قال رحمه الله: كتاب النكاح. يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا ويجب على من يخافه. يسن النكاح واحدة حسيبة دينة أجنبية بكر ولود، ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة إن أمن الشهوة وله نظر ذلك ورأس وساق من ذوات محارم ومن أمه. وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له، وتعريض بخطبة رجعية وخطبة على خطبة مسلم أجيبا. وسن عقد يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود. فصل: أركانه الزوجان الخاليان عن الموانع، وإيجاب بلفظ أنكحت أو زوجت، وقبول بلفظ قبلت ورضيت فقط، ومع هذا النكاح وتزوجت. ومن جهلهما لم يلزم تعلم وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. وشروط 4: تعيين الزوجين ورضاهما، لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه ومجنونة وثيب لها دون 9 بكر مطلقا كسيد مع إماه وعبده الصغير، فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال ولا بنت 9 إلا بإذنها، وصمات بكر ونطق ثيب. والولي وشروط تكليف وذكورة وحرية ورشد واتفاق دين وعدالة، ولو ظاهرا إلا في سلطان وسيد. ويقدم وجوبا أب ثم وصيه فيه، ثم جد لأب، وإن على ثم ابن، وإن نزل ثم هكذا على ترتيب الميراث. ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبا، ثم ولاء، ثم السلطان في عضل الأقرب ولم يكن أهلا، وكان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة أبعد وأمة حاكم. وشهادة رجلين مكلفين عادلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين، والكفاءة شرط للزوم، فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها. فصل: ويحرم أبدا أم وجدة وإن علت، وبنت وبنت ولد، وإن سفرت أخت مطلقا وبنتها وبنت ولدها، وإن سفرت بنت كل أخ وبنتها وبنت ولدها، وإن سفرت عمة وخالة مطلقا. ويحرم برضاع ما يحرم بنسب، ويحرم بعقد حلائل عمودي نسب أمهات زوجته، وإن علون بدخول ربيبة وبنتها وبنت ولدها، وإن سفرت. وإلى أمد أخت معتدته أو زوجته وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ومطلقته 3 حتى يطأها زوج غيره بشرطه. ومسلمة على كافر، وكافرة على مسلم، لا حرة كتابية، وعلى حر مسلم على حر مسلم أمة مسلمة ما لم يخف عنة عزوبة لحاجة متعة وخدمة ويعجز عن طول حرة وثمن أمة. وعلى عبد سيدته، وعلى سيد أمته وأمة ولده، وعلى حرة قن ولدها. ومن حرم وطها بعقد حرم ملك يمين إلا أمة كتابية. فصل: والشروط في النكاح نوعان: صحيح كشرط زيادة في مهرها في اللم، في ذلك فلا الفسخ، وفاسد يبطل عقده 4 أشياء: نكاح الشغار والمحلل والمتعة والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى. وفاسد لا يبطل كشرط لا مهر ولا نفقة، وأن يقيم عندها أكثر من ضرتها وقل. وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد فله الفسخ. فصل: عيب نكاح 3 أنواع: نوع مختص بالرجل كجب وعنة، ونوع مختص بالمرأة كسد فرج ورتق، ونوع مشترك بينما كجنون وجدام، فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول، لا بنحو عمى وطرش وقطع يد أو رجل، إلا بشرط ومن ثبتت عنته جل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم، فإن لم يطأ فيها فلها الفسخ. وإخيار عيب على التراخي، لكن يسقط ما يدل على الرضا لا في عنة إلا بقول ولا فسخ إلا بحاكم، فإن فسخ قبل دخول فلا مهر، وبعده لها المسمى يرجع به على مغر. ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته، وإن أسلم الزوجان والمرأة تباح إذا أقرا. باب الصداق: يسن تسميته في العقد وتخفيفه كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، فإن لم يسمى وبطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد. وإن تزوج على 1000 لها و1000 لأبيها صح، فلو طلق قبل دخول رجع ب1000 ولا شيء على الأب لهما. وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها ويصح تأجيله. وإن أطلق الأجل فمحله الفرقة وتملكه بعقد، ويصح تفيض بضع بأن يزوج أب بنته المجبرة أو ولي غيرها بإذنها بلا مهر، كعلى ما شاءت أو شاء فلان، ويجب لها بعقد مهر مثل، وتستقر بدخول مات أحدهما قبل دخول وفرض ورثه الآخر. ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها، وإن طلقت قبلهما لم يكن لها عليه إلا المتعة، وهي بقدر يسره وعسره. ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها لا أرش بكارة معه، ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا لا إذا حل قبل تسليم وتبرعت بتسليم نفسها. وإن أعسر بحال فلا الفسق بحاكم يقرر المسمى كله موت وقتل ووطء في فرج ولو دبرا، وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله مع علمه إن لم تمنعه، وطلاق في مرض موت أحدهما، ولمس أو نظر إلى فرجها بشهوة فيما، وتقبيلها، وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول ومن قبلها قبله تسقطه. فصل: وتسن الوليمة للعصير بشاة فأقل، وتجب الإجابة إليها بشرط، وتسن لكل دعوة مباحة، وتكره لمن في مال حرام كاكل منه معاملته وقبول هديته وهبته، وتسن الأكل وإباحة توقف على صريح إذن أو قرينة مطلقة. والصائم فرضا يدعو ونفلا يسن أكله مع جبر خاطر. وسن إعلان نكاح وضرب بدف مباح فيه في ختان ونحوه في بعض النسخ لنساء. قال فصل: ويلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، وألا ينطله بما يلزمه ولا يتكره لبذله. ويجب بعقد تسليم حرة يطأ مثلها في بيت زوج إن طلبها ولم تكن شرط الدار. ومن استمهل أمهل اليومين والثلاثة لا لعمل جهاز، وتسليم أمة ليلا فقط. ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ما لم يضرها ويشغلها عن فرض، والسفر بحرة ما لم تكن شرطة بلدها، ولو إجبار على غسل حيض وجنابة ونجاس وأخذ ما تعافى النفس من شعر وغيره.
ويلزم الوطء في كل 4 أشهر مرة إن قدر مبيت بطلب عند حرة ليلة من كل أرض في 7 سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه وراسله الحاكم فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها وإن لم يعلم خبره فلا فسق لذلك بحال. وحرم جمع زوجته بمسكين واحد ما لم يرضيا وله منعها من الخروج وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم لا في وطء وكسوة ونحوهما إذا قاموا بالواجب عماده الليل إلا في حارس ونحوه فالنهار. وزوجة أمة على النصف من حرة وبعضة بالحساب إن أبت المبيت معه السفر أو سافرت في حاجتها سقط قسمها ونفقتها وإن تزوج بكر أقام عند 7 وثيبا أقام 3 ثم دار. والنشوز حرام ومعصيتها إياه بما يجب عليها فمتى ظهر أمارة بعضها فإن صارت هجرا في المضجع إلى شاف الكلام 3 فإن صار ضربها غير شديد وله أيضا ضربها على ترك فرائض الله تعالى. باب الخلع يباح لسوء عسرة وبغضة وكبر وقلة دين ويكره مع استقامة وهو بلفظ خلع وفسخ ومفادات فسخ وبلفظ طلاق أو نية أو كناية طلقة باينة ولا يصح إلا بعوض ويكره بأكثر مما أعطاه ويصح بدله من يصح تبرع من زوجة وأجنبي ويصح مجهول معدوم لا بلا عوض ولا بمحرم ولا حيلة لإسقاط طلاق وإذا قال متى وإذا من أعطيتني الفم طالق طلقت بعطيته ولو تراخت وإن قد تطلع عني ب1000 أو على 1000 فعلى بان تستحقها وليس له خلع زوجة من الصغير ولا طلاق ولا ابنة الصغيرة بشيء من مالها وإن علق طلاق على صفة ثم بان فوجدت أولى ثم نكحها فوجدت طلقت وكذا عتق. كتاب الطلاق يكره بلا حاجة ويباح لا يسن لضررها بالوطء وتركها صلاة وعفة ونحوهما ولا يصح إلا من زوج ولو ميزا يعقل ومن عذر بزوال عقله وكره وهدد من قادم فطلق لذلك لم يقع ومن صح طلاق وصح توكيل فيه وتوكل ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها والسنة أن يطلقها واحدة في طهر للمجامع فيه وإن طلق مدخولا بها في حيض وطهر جامع فيه بدعة محرم ويقع لكن تسن رجعتها ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها وصغيرة وهي سن غير مدخول بها ويقع بصريح مطلقا بكناية مع النية وصريح له طلاق لما اضطره منه غير أمر مضارع مطلقة بكسر الله وإن قال أنت علي حرام كظهر يوم ما أحل الله عليه حرام فهو ظهار وطلاقا وإن قال كالميتة والدم وقع ما نواه مع عدم نية ظهار وإن قال أحلت بالطلاق وكذب بدويا ولزمه الحكم ويملك حر بعض 3 طلقات عبد من 2 ويصح استثناء النصف أقل من طلقات ومطلقات وشرط التلفظ واتصال معتاد النية قبل تمام مستثنى منه ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات. وأنت طالق قبل موت تطلق في الحال وبعده معه لا تطلق في هذا الشهر واليوم والسنة تطلق في الحال فإن قال أردت آخر الكل قبل حكمها وغدا أو يوم السبت ونحوه تطلق بأوله فلو قال أردت الآخر لم يقبل وإذا مضت سنة فأنت طالق تطلق بمضي 12 شهرا وإن قال السنة فمثل آخر الحجة. فصل. ومن علق طلاق ونحو بشرط لم يقع حتى يولد فلو لم يلفظ به وادعى ولم يقبل حكم ولا يصح إلا من زوج بصريح بكناية مع قصد يقطعه فصل بتسبيح وسكوت لا كلام منتظم كأنت طالق يا زانية إن قمت وأدوات الشرط نحو إن ومتى وإذا وإن كلمتك فأنت طالق فتحققي وتنحي ونحو تطلق وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك به فعبدي حر حلت يمينه وتبقى يمينها وإن خرجت بغير إذن ونحو فأنت طالق وإن خرجت بغير إذن ونحو فأنت طالق ثم أذن لها فخرجت خرجت بغير إذن أو أذن لها ولم تعلم طلقت. وإن علقه على مشيئتها تطلق مشيئة وإن علقه على مشيئتها تطلق مشيئتها غير مكرهة أو بمشيئة اثنين فبمشيئتهما كذلك وإن علقوا على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال وكذا عتق. وإن حلف لا يدخل دارا ولا يخرج منها فادخل وخرج بعض جسده ودخل طاق الباب ولا يلبس ثوبا من غزل فلبس ثوبا فيه منه ولا يشرب ماء هل لنفسه بعضه ولم يحنث ولا يفعلن شيئا لا يبر إلا بفعله كل ما لم يكن له نية وينفع المحلوف عليه ناس أو جاهل حنث بطلاق وعتاق وينفع غير ظالم تأول بيمينه. ومن شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه في عدده رجع إلى اليقين وإن قال من ظنها زوجته وأنت طلقت زوجته لا عكسها ومن أوقع بزوجته كلمة وشكها لي طلاق أو ظهار لم يلزم شيء. فصل. وإذا طلق حر من دخل أو خلا بها أقل من 3 أو عبد واحدة بلا عوض فيهما فله ولولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقا وسن لها إشهاد وتحصل بوطئها مطلقا ورجعية زوجة في غير قسم وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها. ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبل لها في شهر بحيض لا ببينة من طلق حر 3 وعبد 2 لم تحل له حتى يطاها زوج غيره في قبل بنكاح صحيح مع انتشار ويكفي تغيب حشفة ولو لم ينزل أو يبلغ 10 لا في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو ردة. فصل. والإيلاء حرام وهو حليف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله وصفة من صفاته على ترك وطء زوجته الممكن في قبل أبدا أو مطلقا أو فوق 4 أشهر فمتى مضى 4 أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر أمر به فإن أبى أمر بالطلاق فإن امتنع طلق عليه حاكم ويجب بوطئه كفارة يمين وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمول. فصل. الظهار محرم وهو نشبه زوجته بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها بمن تحرم عليه وبعضها أو برجل مطلقا لا بشعر وسن وظفر وريق ونحوها
وإن قالت لزوجها فليس بظهار عليها كفارة بوطئها مطاوعة، ويصح من يصح طلاقه ويحرم عليه ما وطئ دواعيه قبل كفارة عتق رقبة من لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ويكفر كافر بمال وعبد بالصوم، وشرط في رقبة كفارة ونذر عتق مطلق إسلام وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بيننا، ولا يجوز التكفير إلا بما يجزي فطرة، ويجزي من البر مد لكل مسكين ومن غيره مدان. فصل. ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد، فمن قذف زوجته بالزنا لفظا وكذبته فله لعانها بأن يقول 4 أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا في الخامس، وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول هي 4 أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا في الخامس، وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم سقط الحد وثبتت الفرقة المؤبدة، وينتفي الولد بنفي، ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها ولدون 4 سنين منذ أبانها ولو ابن 10 لحقه نسبه، ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه، ومن اعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت بدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. باب العدة. لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وخلوة، وشرط لوطئ كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد، ولخلوة مطاوعتها وعلمه بها ولو مع مانع. وتلزم الوفاة مطلقا، والمعتدات 6 الحامل وعدتها مطلقا إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد، وشرط لحوقه للزوج، وأقل مدة 6 أشهر وغالبها 9 وأكثرها 4 سنين، ويباح إلقاء نطفة قبل 40 يوم بدواء مباح. الثانية المتوفى عنها بلا حمل فتعتد حرة 4 أشهر و10 ليال ب10 أيام، وأمة نصفها ومبعوضة بالحساب، وتعتد من أبان في مرض موت الأطول من عدة وفاة وطلاق إن ورثته إلا عدة طلاق. الثالث ذات الحيض انفرقت في الحياة فتعتد حرة ومبعوضة بثلاث حيضات، وأمة بحيضتين. الرابعة مفارقة في الحياة ولم تحدث صغيرا أو ياسا فتعتد حرة ب3 أشهر، وأمة بشهرين ومبعوضة بالحساب. الخامس من ارتفع حيض ولم تعلم ما رفعه فتعتد للحمل غالب مدته، ثم تعتد كآيسة، وإن علمت ما رفعه فلا تزال حتى يعود فتعتد به وتصير آيسة فتعتد عدتها. وعدة بالغة لم تحض مستحاوة مبتدأة أو ناسية كآيسة. السادسة امرأة مفقودة تتربص ولو أمة 4 سنين إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، و90 منذ ولد إن كان ظاهرها السلامة ثم تحتاج للوفاة. وإن طلق غائب أو مات فابتداء العدة من الفرقة، وعدة من وطئت بشبهة أو زنا كمطلقة إلا أمة غير مزوجة فتستبرأ بحيضة، وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد تمت عدة الأول ولا يحدث منها مقامها عند ثاني ثم اعتدت بثاني. قال ويحرم إحداد على ميت غير زوج فوق 3، ويجب على زوجة ميت يباح لبائن وترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها، ويحرم بلا حاجة تحولها عن مسكين وجبت فيه ولها الخروج لحاجتها نهار، وهم لك أمة يوطأ مثلها من أي شخص كان حرم عليه وطأ مقدمات قبل استبراء حامل بوضع من تحيض بحيضة وآيسة صغيرة بشهر. فصل. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على رضيع وفرعه، وإن نزل فقط ولا حرمة إلا ب5 رضعات في الحولين تثبت بسعوط ووجور ولبن ميتة ومطوة بشبة ومشوب. وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمي وجدتي وربيبتي إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه. وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيب إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه. ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه ولا مهر قبل دخول إن صدقت ويجب نصفه إن كذبت، وكله بعد دخول مطلقا، وإن قالت هي ذلك وكذبا فهي زوجته حكما ومن شك في رضاع وعدد بنى على اليقين يثبت بإخبار مرضعة مرضية بشهادة عدل مطلقا. قال رحمه الله باب النفقات. وعلى زوج نفقة زوجة مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف، فيفرض لموسرة مع موسر عند تنازع من أرفع خبز البلد، أو فيفرض لموسرة مع موسر عند تنازع من أرفع خبز البلد وأدمه عادة الموسرين ويلبس مثلها وينام عليه، ولفقيرة مع فقير كفاية من أدنى خبز البلد وأدمه ويلبس مثلها وينام ويجلس عليه، ومتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير وعكسها ما بين ذلك لا القيمة إلا برضاهما، وعليه مؤنة نظافتها لا دواء وجر طبيب وثمن طيب، وتجب رجعية وبائن حامل لا لمتوفى عنها ومن حبست أو نشزت أو صامت نفلا أو لكفارة أو قضاء رمضان أو وقت من 9 أو حجت نفلا بلا إذن أو سافرت لحاجتها بإذن سقطت. ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، ومتى لم ينفق تبقى في ذمته ونفقة من ماله في غيبته فبان ميت رجع عليها وارث، ومن تسلم من يلزمه تسلمها وبذلته هي أوليها وجبت نفقتها ولو مع صغر ومرضه وعنته وجبه. ولها من نفسها قبل دخول لقبض مهر حال، ولها النفقة وإن أعصر نفقة معسن أو بعضها لا بما في ذمته وغاب وتعذرت باستدانة ونحية فلا الفسق بحاكم، وترجع بما استدانته لها أو لولدها الصغير مطلقا. فصل. وتجب عليه بمعروف لكل من أبويه وإن علوا، ولولده وإن سفلا ولو حجبه معسر، ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه مع فقر من تجب له عجز عن كسب إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه وموليلته كفطرة لا من رأس مال من ثمن ملك ولا صنعة، وتسقط المضي زمن ما لم يفرضها حاكم أو تسدم بإذنه.
وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع به على كل بقدر إرثه، وإن كان أب انفرد بها وتجب عليه لرقيقه ولو آبقا وناشزا ولا يكلف مشقا كثيرا، ويريح وقت قائلة ونوم ولصلاة فرض وعليه علف بهائمه وسقيها، وإن عجز أجبر على بيع أو إجارة وذبح مأكول وحرم تحميلها مشقة ولعنها وحلبها ما يضر بولدها وضرب وجه واسم فيه ويجوز في غير لغرض صحيح فصل. وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه والحق بها أم ثم أمهات القربى في القربى ثم أب ثم أمهات كذلك ثم جد ثم أمهات كذلك ثم أخت الأبوين ثم اليوم ثم الابن ثم خالة ثم عمة ثم بنت أخ وأخت ثم بنت عم وعمة ثم بنت عم أب وعمتي على ما فصل، ثم لباقي العصبة الأقرب في الأقرب وشرط كونه محرما لأنثى ثم لذي رحم ثم لحاكم. ولا تثبت لمن في رق ولا لكافر على مسلم ولا لفاسق ولا لمزورة لأجنبي من محظور من حين عقد أراد أحد أبويه نقلة إلى بلد آمن وطريق مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب أحق، أو إلى قريب للسكنى فأم لحادث مع بعد، أو لا فمقيم إذا بلغ صبي 7 سنين عاقل خير بين أبويه. ولا يقر محظور بيد من لا يصون ويصلح، وتكون بنت 7 عند أب أو من يقوم مقامه إلى زفاف.